حاسس بألم طالع من نافوخك؟ هتخبط راسك في الحيطة من ألم الأسنان؟ ولا يهمك، هنريحك من الألم وفي 10 دقايق بس. يلا بينا. ألم الأسنان ببساطة ممكن يبقى موجود في السن أو اللثة المحيطة بالسن. ممكن يكون حاجة بسيطة زي وخزة الإبرة تروح وتيجي، وممكن يكون ألم قوي مش مخليك تنام ولا تضحك ولا تاكل. وده ليه؟ لأن السنة بيبقى فيها عصب حساس جدا، بيبدأ يوصل الالتهاب والضغط عن طريق إشارات عصبية للمخ مباشرة، زي سلوك الكهرباء بالظبط، تلمسها تكهربك على طول. الإحساس نفسه ممكن يوصل للودن، للراس، لجسم الفك، للرقبة، بيخليك مش عارف تركز ولا عارف تنام. إيه هي بقى أسباب آلام الأسنان؟ أهم سبب هو تسوس الأسنان. بتبدأ بواقي الطعام تتحلل وتتجمع حواليها البكتيريا، تفرز أحماض تاكل في مينا السن، تعدي من المينا للعاج للعصب وتسبب ألم الأسنان. ممكن كمان يحصل خراج، وفي الحالة دي آلام الأسنان بتبقى لا تطاق. ممكن كمان مشاكل في المفصل الفكي تعمل آلام في منطقة ما حول الفك. أي كسور أو حشوات قديمة ممكن كمان تسبب لينا آلام في الأسنان. احكولي بقى، مين فيكم جرب يصحى من النوم من ألم الأسنان؟ الألم نفسه ممكن يكون مستمر أو متقطع، كمان ممكن يصاحبه صداع، صعوبة في المضغ أو فتح الفم بالكامل. ولو سيبنا الألم هيبدأ يحصل انتشار للعدوى. خلاص مصر؟ مش عايز تعالج ألم الأسنان؟ طنشت وأخدت مسكن؟ خلينا نعرف إيه المضاعفات. ممكن يبدأ يحصل انتشار للعدوى في المنطقة المحيطة. السوسة كمان ممكن تروح للأسنان المجاورة. ممكن يمتد الألم للمفصل الفكي، ممكن يعمل خراج. مضاعفات كتيرة احنا في غنى عنها. الأفضل إن احنا نبادر بحل المشكلة وهي صغيرة. فاكرين إن هسيبكم مش هقولكوا إزاي نعالج ألم الأسنان؟ خلينا نمشيها بالتدريج. لو الألم بسيط غالباً ده بيبقى نتيجة لسوسة موجودة في جسم السن وهيتعالج بحشوة بسيطة. طب لو الألم عدى من المينا وعاج السن ووصل للعصب، هنعمل حشو للجذور. ولو السنة تأكلت وعملت لينا خراج كبير، احتمال نحتاج إن احنا نخلع السنة ونعوضها بزراعة. سامعاك يلي بتقولي مش هروح لدكتور السنان، هستخدم قرنفل أو أسبرين. اوعى تتخيل إن استخدامك للقرنفل والأسبرين هيحل المشكلة. ده مجرد حل مؤقت هيسكن الألم. بالعكس، ده ممكن كمان يعمل مضاعفات ويعمل حرقان في اللثة. فالأفضل نروح لدكتور الأسنان وهنريحك من الألم وفي 10 دقايق بس. ونعيد ونكرر أهمية الكشف الدوري عند طبيب الأسنان، استخدام الفرشة والمعجون مرتين في اليوم، استخدام الخيط الطبي. ألم الأسنان رسالة من جسمك ما تستهونش بيها. تجاهلها يعني ألم أكتر ومشاكل أكبر وتكاليف كمان أكتر. ويا سلام يا سلام لما أسناننا تبقى تمام.